اخليه يقطم رقبتك. هو ايه؟ انا لسه مستحمل في العيد اللي فات، حرام عليكم. انت جيت يا ماما؟ تعالي يا فايزه، ها عملتي ايه؟ استلفت طقم الشاي بتاع قبل عنايات اهو. عال، واختك اهي وضبت اوضه الجلوس ولا بقاش ناقص حاجه، والبركه في السلف. فين المفرش يا ماما؟ اهو عندك متطبق، الواد اخوكي حماده جابه الصبح من عند ست دريه. طب اما الحق اوضب حاجه الشاي بقى قبل ما يجوا. اياكش بقى ما يجيش سي محسن حسب ميعاده معاكي وتبقى فضيحتنا في وسط الجيران بجلاجل. ما يجيش ازاي يا ماما؟ وده معقول؟ ما هم شبان الايام دي كده، مسهل عليهم يضحكوا على البلد ويعشموهم. لا يا ماما ارجوكي، محسن مش من النوع ده ابدا، ده انسان اخلاقه عاليه ومن عيله كبيره، وكمان ما هوش مضطر يكذب عليا، بالعكس ده ما حاولش ياخد مني ميعاد عشان يقابلني بره زي بقيه الشبان ما بيعملوا، وفضل انه يقابلني بالطريق الطبيعي، انه يجي يقابلكم انت وبابا عشان يخطبني منكم. طيب يعني انت متاكده انه جاي في ميعاده؟ طبعا يا ماما، ده قايل لي الساعه 5 بالدقيقه هيكون هو وبابا هنا. بس ايه؟ بس دخلت الشارع بتاعنا مش حلوه والبيت قديم ويكسف. يعني ايه؟ طقم الشاي ومفرش السفرة والهدوم واستلفناهم، عايزانا كمان نستلف شارع وبيت غير ده؟ ماله الشارع والبيت؟ ما فيش يا ماما، بس يعني اصل محسن من عيله غنيه وساكنين في فيلا في الزمالك والله يا اختي اذا كان بيحبك وبده يجوزك صحيح مش هيسأل على اي حاجة ابدا، ولو كنت ساكنة في اسطبل حتى برضه هياخدك. عندك حق يا ماما، ما تعرفيش انا سعيده قد ايه يا ماما من ساعه ما عرض عليا انه يجي يشرب عندنا الشاي ويخطبني. كنا ساعتها في مدرج الكليه بنسمع محاضره في القانون الروماني، وكان هو قاعد ورايا على طول واستأذن مني ياخد كراسة المحاضرات بتاعتي عشان يشوف فيها حاجة، وبعد دقيقة رجع لي الكراسة تاني وفيها كلمتين في منتهى الرقة، كلمتين 2 بس، لكن كانوا أحسن كلمتين قريتهم في حياتي: يسعدني أن توافقي على الزواج مني. يا سلام، ساعتها نسيت المحاضرة والقانون الروماني وهزيت راسي هزة صغيرة، فهم منها على طول إني موافقة. والتاني يوم قال لي انه اتكلم مع باباه في الموضوع وانه هيجي معاه عشان يخطبوني. يا سلام، انا سعيده جدا يا ماما، انا فرحانه خالص. ربنا يزيد فرحك يا بنتي ويتمم على خير. يا ماما ارجوك بلاش الزغاريت والحاجات البلدي دي. يوه يقطعني، نسيت يا اختي ان احنا بقينا من الهلالايف. امال بابا فين يا ماما؟ راح هو واخوكي محمود للمزين عشان يحلقوا شعرهم وزمانهم جايين. يلا انت كمان خشي البسي فستانك اللي هتقابلي بيها عريسك. يلا. حاضر يا ماما، بس والنبي تنبهي على بابا يخلي باله احسن يغلط قدام محسن بكلمه كده ولا ما تخافيش، انا هعمل معاه بروفه يا اختي. يا اخواتي احنا كنا فين والزمن المشقلب ده فين؟ يا ساتر يا رب، هي يعني القيامة قامت؟ مصربعيننا كده على الحلاقة واللبس. بس يا معلم احسن البنت تسمعك تاخد على خاطرها. طيب يا اختي ادينا سكتنا. امال فين الواد محمود؟ لسه المزين موحول فيه، بقاله يجي ساعة بيحلق في راسه زي ما يكون بيجز في فروة خروف. وانت كمان يعني كان لازم تحكمي رأيك على الحلاقة. امال عايزين تقابلوا عريس بنتك وابوه وانتوا عاملين كده زي اهل الكهف؟ هو انت تكره يا معلم؟ يا ستي مش الغرض، بس ملوش داعي نشقلب حالنا كده وتخلوني اروح استلف بدله من عند المكواجي عشان اعمل افندي قدامه. يا معلم ما انت عارف ان خطيب البت ابن ناس اكادر ولازم نبان قدامه مستورين وقد المقام، ولا يعني مستخسر تتعب شويه في عدل بنتك؟ يا ستي ابدا، بس الغش ما يرضاش بيه ربنا. غش ليه يا اخويا؟ لو احنا بنسرق؟ هو يعني لما سي محسن هيجوز بنتك هيقعد بيها معانا؟ اه هياخدها ويعيش معاها في الدنيا اللي تعجبه. المهم انه بيحبها وبتحبه، هو احنا هنغطي عورها؟ ما هي بسم الله ما شاء الله زي القمر ومتربيه احسن تربيه. يعني عاجبك كده نستلف من كل جار حاجه عشان نبان قدامه في توب غير توبنا؟ يا وليه ده اللي يبص لفوق يتعب. يا اخويا ما فيش لا فوق ولا تحت، البت وما شاء الله عليها حلاوه وادب وكمال، وغير كده من احسن بنات الجامعه يعني.